السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد اسمه زين، كان عنده 3 اخوات وعيلته لطيفة. زين كان اصغر واحد في اخواته وبيقضي معاهم اوقات ظريفة. كان بيحب جدا يوم الجمعة يجي عشان يخرجوا كلهم مع بعض، وكانوا كل اسبوع بيروحوا مكان جديد وبيتبسطوا هناك بوقتهم. زين كان محبوب من عيلته وكانوا كلهم بيحبوا يقعدوا معاه. كان دمه خفيف وبيقول نكت وبيهزر، وده خلاهم يقضوا وقت كتير وياه. لكن في وقت من الأوقات زين ابتدى يتغير شوية في تصرفاته. صوته بقى عالي عن الطبيعي وبيرد بطريقة مش لطيفة على مامته واخواته. كلهم استغربوا من تصرفه، لكنهم افتكروه متضايق من حاجة وقرروا اخواته يتكلموا معاه، بس ما لقوش لتصرفه سبب او اي لازمة. يوم عن التاني وزين طريقته في المعاملة بقت أسوأ من الأول بكتير، وبقى يتعاقب في البيت على تصرفاته وما بقاش يحترم أي حد كبير. لحد ما في يوم مامته حست إن دي مش طبيعة زين وأكيد في حاجة. قررت تروح المدرسة بتاعته وتسأل إذا كانوا ملاحظين حاجة غريبة. وفعلا المدرسة بتاعته قالت لمامته إن زين تصرفاته بقت متغيرة جدا، وإنها متوقعة إن ده بسبب أصحابه الجداد وطريقته بقت شبههم دايما. مامة زين استنته لما روح البيت وقعدت تتكلم معاه وتسأله عن صحابه، وفهمت من كلامه إن أصحابه كانوا بيتريقوا على لطفه وطريقة كلامه، وفهمت إنه اتغير في تصرفاته عشان يكون مقبول وسطهم. وقتها قالت له إن أصحابه تفكيرهم غلط وإنت اللي لازم تنصحهم، لأن الصوت العالي عمره ما كان دليل على القوة أو هيخلي حد يحترمك. بالعكس، ده أقرب الناس ممكن ما تستحملش طريقتك وتبعد عنك. وقالت له إنه لما كان بيتصرف بطبيعته كان مبسوط جدا ومرتاح، وده معناه إنه ما ينفعش يتغير بس عشان حد يكون صاحبه أبدا. زين قال لمامته إنه ساعات كان بيكون متضايق لكنه مش عاوز يبقى وحيد، علشان كده قرر يبقى شبههم، بس هيرجع لطريقته اللطيفة من أول وجديد. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.